لي معرفة في رجال دايم ما يزورني، وما الله قسم اني ازوره الا اللي جاء عليها موضوع القصيدة، لكن دائما ما يزورني وزوله وهرجه يحري بالمراجل حقيقة. الله قسم في حد الأيام حولت عليه في ديرته، وأنا ما بيني وبينه إلا كل علم طيب، لجاني أكرمته وذبحت له وما عين مني إلا اللي سره. لكن يوم جيته في ديرته رفعت عليه التلفون وقلت له تراني موجود، قال يا مرحبا حياك، ومريت عليه في مجلسه. ويوم اني قلت عنده ولا استقبال الرجال مو باستقبال اللي انا خابره، وتدري ترى استقبال الرجال الطيب والحار ترى هي نص الكرامه. ويوم جلست عنده قهواني وعرض علي الغانمه لكنها بارده حقيقه، وجه بارد. اي بوجه بارد. كرمت ومشيت، اتصل لي رجال من نفس الديره، درى اني موجود عند الرجال، قهويت وظهرت منه وحلف علي بالغداء ثاني يوم، وتغديت عنده واكرمني، وهو حاضر. الرجال هذا حضر من ضمن المعازيم لان تربطهم معرفه ذا الرجال. الله العالم انه نقد على نفسه، انا كيف الرجال ذا اكرمني وهو ما اكرمني؟ قال سبحان الله، هي توافيق من الله وجبله. بعض الناس الطيب فيه جبله وبعضهم يتصنعها، لكن يتصنعها مداه قصير ما هو بعيد. يوم ان ظهرنا من الرجال كرمت الرجال وبيضناه بالكلام اللي يستاهله اللي يكرمني. اتصل لي العصر رفيقنا الاولي قال يا ابو عيسى بكره غداك. قلت يا رجال الامور طيبه وقدني معود من السفر، بعود على بلادي وعلى ديرتي وانا في سفر. قال لا والله ما يصير وكذا. يقول حتى والله يوم درت معزبتي ام عيالي قالت كيف ضيف وكذا ما تعشيه ولا تغديه. والله الحقيقه انا يعني كنت صادم منه، لكن يوم انها جاب ذا العلم حرك فيني شيء. قلت والله انها بنت رجال وتستاهل، تستاهل المدح. سكرت منه وما وافقته طبعا على عزيمته، وسويت لي قصيده وارسلتها له. سلام. يقول قلت يا طافي الضوء ماني صوبك مهيف، جنبت للي براس الضلع يوريها، مطيش دمها ودلالها تكيف، ونفسه على خدمة الله في مضريها. سلام. يجذبني سلك المعرفة لوه ضعيف، قولتها لا قستها من فم حاكيها، أما شعفني وفاء أو شمت متعيف، نفسي عزيزة حاشا لله مخزيها. كم بنت رجال فيها خير والضيف، تبطي فعايلك ما تقدر تجاريها، جادت حنيفة وخابت فيك يا حنيف، ولو له دوم محسوبها الراعيها. تورك العير وشفلك بردع الريف، وركابة السرج مقرونة الثنا فيها، اللي ضميري عليها دوم متشيف، جعلك فداها من أولها لتاليها. جعلها فداها يا معيش. أي بالله.